بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا بطل؟ عامل ايه؟ قول لي اخبارك ايه في المذاكرة؟ الحمد لله يا بابا، انا كويس. انت عامل ايه؟ انا بخير الحمد لله يا حبيبي، فضل ونعمة. انت اخبارك ايه واخبار اصحابك في المدرسة ايه؟ كويسين يا بابا، بخير الحمد لله. بس في موضوع كده يا بابا حبيت اتكلم معاك فيه. قول يا حبيبي، خير. احمد صاحبي يا بابا بيشتغل بعد المدرسة زي ما قلت لك قبل كده. ده كمان بيدور على شغل تاني علشان يساعد بيه مامته وباباه. انا متأثر جدا علشانه يا بابا وزعلان جدا. فعلا يا عيني، مامته دايما بتطلع تشتغل علشان حتى يقدروا يجيبوا فرخة في يوم الجمعة، لان زي ما انت عارف ما بياكلوش طول الاسبوع اي لحوم خالص او فراخ. انا عندي اقتراح جميل جدا. احنا الحمد لله ميسورين الحال ونقدر نجيب بطة عادي في اي وقت. احنا النهاردة هنشارك البطة بتاعتنا دي ونديها لابو احمد، وصدقوني هنبقى سعداء جدا. والحمد لله احنا بناكل على طول ومرتاحين. هنبقى مبسوطين اكتر النهاردة لو هم كمان كلوا وبقوا مبسوطين. موافق طبعا يا بابا. وانا كمان موافقة جدا. ياه، انا مبسوطة قوي ان احنا النهاردة هناكل الفرخة الحمد لله. وانا كمان مبسوط جدا، انا بستناها من الجمعة اللي فاتت. قولوا الحمد لله يا ولاد، في غيرنا مش لاقيين ياكلوا الفرخة ديت. قولوا الحمد لله واشكروا ربنا. الحمد لله. يا ترى مين بيرن لما اروح افتح الباب؟ ايه ده؟ مين اللي سايب السبت هنا على الارض؟ خير يا ابو احمد، مين اللي كان بيرن؟ مش عارف والله يا ام احمد. انا فتحت الباب ما لقيتش حد، ولقيت السبت ده قدام الباب. بس شوفي السبت مكتوب فيه ايه، ده فيه ورقة كمان. ايه ده السبت فيه بطة. مين اللي بعتها؟ والله ما انا عارف يا ام احمد، بس البطة ريحتها جميلة قوي. مكتوب على الورقة: حبينا نشارككم سعادتنا. يا الله على كرمك، شفت بقى ربنا. اكيد دول ناس حبوا يشاركونا سعادتهم وبعتوا لنا البطه بتاعتهم. انا شايفه يا ماما ان احنا كمان نشارك الفرخه بتاعتنا دي مع حد كمان يكون مش عامل النهارده فراخ. عندك حق يا حبيبتي، جارتنا ام مسعد ما بتعملش فراخ خالص يا عيني الا اخر الشهر. احنا ممكن نديها الفرخه بتاعتنا تاكلها النهارده يوم الجمعه، وكمان هنكون شاركناها سعادتنا وولادها هيفرحوا قوي قوي. عندك حق يا ماما، اكيد مسعد واخواته هيفرحوا جدا بالفرخه دي. ما يلا بقى يا ماما، انا جعان جدا. احنا هناكل امتى؟ حالا يا حبيبي، يلا بس اغسلوا ايديكم علشان تاكلوا وسموا الله كده قبل ما تبدأوا. ايه ده مين اللي بيرن دلوقتي؟ اما اروح افتح كده اشوف مين اللي سايب السبت كده قدام الباب؟ لا يكون حد نساه. خير يا ابو مسعد، مين اللي كان بيرن الباب؟ طلعت افتح الباب لقيت حد سايب السبت ده قدام الباب. السبت فيه فرخه يا بابا. ده معاها ورقة كمان ومكتوب فيها: حبينا نشارككم سعادتنا، يا رب تكونوا فرحانين بالهنا والشفا. يا ما انت كريم يا رب، ده الولاد ما اكلوش فراخ من زمان جدا، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا كده هناكل الفرخه وكمان سمك؟ ايه الحلاوه دي؟ لا يا ولاد، احنا مش هينفع ناكل سمك وفراخ مع بعض. عشان كده مادام ربنا كرمنا وجالنا الفرخة دي، فاحنا هنبعت السمك ده لجارنا الأستاذ عبد المهيمن وكمان الست كريمة. انتوا عارفين ان هم ناس كبار في السن ويا عيني بياكلوا اي حاجة عندهم. هنبعت لهم السمك ده ونفرحهم النهاردة.